السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي في الله، سنواصل في النوع الثالث من التوحيد، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. إذن أخواتي في الله، فتوحيد الأسماء والصفات في معناه أن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وأن ننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لقوله عز وجل في سورة الشورى الآية 11: ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. وكذلك قوله تعالى في سورة النحل من الآية 74: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كذلك وما جاء في آية الكرسي وفي سورة الإخلاص وفي أغلب الصور المكية بذكر أسماء الله عز وجل وصفاته، والصور المدنية بل أغلب القرآن. كذلك فكثير من آيات القرآن لا تخلو من ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مع مطلع كل سورة، أي بسم الله الرحمن الرحيم، أي أن معناها إثبات الاسم لله عز وجل وإثبات أنه الرحمن الرحيم إلى غير ذلك من الصفات لله تعالى. والله عز وجل وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء، فيجب علينا أن نثبت ذلك ونعتقده على ما جاء في كتاب الله عز وجل، لا نتدخل بعقولنا ولا نؤول بأفهامنا ومداركنا، ولا نحكم على الله عز وجل، لأن الله أعلم بنفسه من غيره. كما يقول عز وجل في سورة طه في الآية 110: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. كذلك نهانا الله عز وجل أن نضرب له الأمثال وأن نتخذ معه الأنداد والوزراء والشبهاء، لأن الله عز وجل لا شبيه له ولا مثيل ولا شريك له ولا ند، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد تعبدنا الله عز وجل بأن ندعوه بأسمائه وصفاته في قوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، في سورة الأعراف الآية 180. فسبحانه وتعالى أوضح لنا: أولا أثبت لنفسه الأسماء، ثانيا وصفها بأنها حسنى فكل أسمائه عز وجل حسنى، ثالثا أمرنا أن ندعوه بها، رابعا نهانا عن الإلحاد في أسمائه. ومعنى الإلحاد الميل، والإلحاد في أسماء الله عز وجل هو الميل بها عما دلت عليه، أما بتحريفها وتأويلها إلى ما لا تحتمله وليس بمراد الله عز وجل منها، كما يفعله الجهمية والمعتزلة ومن سار على خطاهم من الفرق الضالة. كذلك أما أهل السنة والجماعة فإنهم على خط مستقيم في هذا الأمر وفي جميع أمور دينهم كذلك، ولله الحمد. ولكن في باب العقيدة يخصونه بمزيد من الاهتمام ومزيد من العناية، لأن الضلال فيه عظيم ومزلة أقدام ومضلة أفهام. والخطأ في العقيدة ليس كالخطأ فيما دونها، لأن الذي يخطئ في العقيدة يخشى عليه من الكفر والانحراف الشديد والضلال البعيد، أما الذي يخطئ فيما دون ذلك فإن خطأه أخف، وإن كان الخطأ في الدين كله لا يجوز، ولا يجوز للإنسان أن يستمر على خطأ أو يقلد مخطئا، ولكن الخطأ بعضه أشد من بعض، والخطأ في العقيدة هو أشد الخطأ، والانحراف في العقيدة هو أشد الانحراف، لأن الخطأ في العقيدة لا جبر له، وأما الخطأ فيما دون ذلك فهو تحت المشيئة، حيث قال عز وجل في سورة النساء الآية 112: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. كذلك قوله عز وجل في سورة النساء في الآية 48: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إذا نسأل الله أن يرنا الحق حقا والباطل باطلا، ويرزقنا تجنب الباطل، ويرزقنا اتباع الحق بإذنه عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.